عايز تعرف الشخص ده بيكذب عليك ولا بيكذبك؟ بيشك فيك ولا مش عاجبه كلامك؟ متحير ولا مندهش؟ مش فاهمك ولا مرتبك وخايف؟ تعالى وانا اقولك تعرف ازاي. علماء النفس اكتشفوا ان 7% من الاتصال بيكون بالكلمات، 38% بنبرة الصوت، و55% بلغة الجسد. وانا بقى جاي اقول لكم ازاي تفهموا اللي قدامكم بلغة الجسد. بس على فكرة قبل ما اقول اي حاجة خليك عارف ان في ناس ذكية جدا وبتقدر تتحكم في لغة الجسد بتاعتها عشان تحاول تقنعك بحاجة او تخبي عليك حاجة. لما تلاقي الشخص اللي قدامك بيلمس مناخيره اعرف ان هو بيكذب عليك، بس لما يرفع حاجبه فده معناه ان هو بيكذبك انت، او شايف ان اللي انت بتقوله ده مستحيل. لما يرفع حواجبه الاتنين يبقى متفاجئ. لو قطب جبهته وبص في الارض يبقى هو مش حابب يسمع اللي انت بتقوله، او خايف ومتحير. لما تلاقيه بيلمس ودنه يبقى هو عايز يقولك ان هو مش فاهم انت بتقول ايه، او مش عارف انت عايز تقوله ايه. ونفس الموضوع برضو لما تلاقيه بيهز كتافه. الحركه المشهوره بقى نقر الاصابع على الكرسي، تعرف على طول انه متعصب ونفس صبره منك. انه يحط ايده على بقه او يقعد يلمس شفايفه. في الحالتين بيكون مخبي عليك حاجه او مش عايزك تعرف حاجه. قولولي لو عايزين الجزء الثاني من لغه الجسد، واشوفكم في الحلقه الجايه.